اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده يوم جديد وروتين جديد عند الطيور. زي ما انتم شايفين الكتاكيت دي اللي احنا جايبينها عمر 3 ايام، زي ما انتم شايفين كده لها عمر 3 ايام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادعوا لنا يا جماعه ربنا يبارك لنا فيهم ويطعمنا كده خيرهم ان شاء الله. بصوا يا جماعه، الكتكوت ده جايبينه ب32 جنيه. فراخ ب32 جنيه النهارده، يعني انا ساعة ما اشتريته يعني يوم 3 ايام ب32 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا جماعه، اللي بيسالني ويقول لي بربي على السطح، انا ما بربيش على السطح. زي ما انتم شايفين انا بجيب بياته او كفايه، وبحط فيها الفراخ، يعني الكتاكيت دي لحد ما تشد حيلها كده ان شاء الله وتوفر، وانا احطها في العشه زي ما انتم شفتوا كده. يعني انا بعمل عشه كده وبحط فيها الكتاكيت البيض زي ما انتم شايفين كده اهو. نجيهم اهو، ادعونا كده ربنا يبارك لنا فيهم كده ويطعمنا خيرهم باذن الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه، دي البيات، دي كفايه انا لفاها زي ما انتم شايفين كده بشكاير، عشان طبعا الجو حر. بيبقى برد بالليل وحر بالنهار. زي ما انتم شايفين كده انا بعريها بالنهار الوقت خلاص المغرب على اذان. انا جيت يعني جيت عشان هغطيهم زي ما انتم شايفين. انا معرياها اهي من فوق، كنت طافيه النور، كان الدنيا نهار والضوء يعني موجود ضوء ربنا. فاحنا ما كنا طافين اللمبه، احنا دلوقتي نورت اللمبه زي ما انتم شايفين كده. انا بوريكم قبل ما اغطيهم يعني. فانا هغطيهم دلوقتي وهسيب المنطقه دي بس اللي هي فيها الباب. المنطقه دي اللي هي فيها الباب بس، هذا دي اللي هنسيبها مفتوحه، يعني هنسيبها مهوايه عشان تدخلهم هوا. طبعا حاطه لهم لمبه زي ما انتم شايفين. اللمبه دي حمراء، عشان الجو بالليل هيبقى الجو مسجع، فانا حاطه لهم لمبه حمراء عشان هي التهويه وكده. طبعا بالليل هيبقى برد، فانا مش هقفل يعني البياته زي ما انتم شايفين كده. انا لفه البياته كلها يعني حوالين داير زي ما انتم شايفين كده، ما عدا المنطقه دي زي ما انتم شايفين الوش القدامي ده كله هيبقى معراي. ده الباب زي ما انتم شايفين كده، طبعا هنقفله بس انا فاتحاه عشان حطيت لهم ميه وعلف زي ما انتم شايفين كده. يلا حط لهم العلف على طول اهو، لان انا طبعا خلاص الليل ليل، لان انا هقفل عليهم كده يعني على اساس انا حطاهم في حته مفتوحه، فانا بخاف عليهم يعني من القطط وكده. فانا بقفل الكفايه كويس وبغطيها كويس عشان القطط ما يجوش عندهم. وربنا يطعمنا ان شاء الله كده خيرهم يا رب، يرزقنا، وسع رزقنا، وسع كل رزاق الناس، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا لنا يا جماعه ان ربنا يبارك لنا فيهم زي ما شايفين كده. بصوا طبعا انا بخبط لهم عشان يقوموا بدل ما نايمين اهو. بصوا يا جماعه اهو، فيهم كان يومين اللي فاتوا حر، يعني اليومين اللي عدوا دوت امبارح كان الجو حر كده. انا حاسه ان هم فيهم شيء، يعني فيهم كتاكيت كده منهم بتسهل. فانا جبت لهم عملت لهم عسل اسود وشيح، واللهم صل على النبي. يعني انا عملت لهم شيح الاول وكمون مع بعض، وبعد كده رجعت عملت كمون وكزبره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وممكن تعملوا كمان حاجه تاني، تحطوا عسل اسود على ليمون على اللهم صل على النبي، على كركديه. تغلي الكركديه وتصفيه، حط كركديه على عسل اسود، يعني معلقتين عسل اسود وكركديه وخل، معلقتين خل، يعني يرفعوا المناعة بتاعت الفراخ. وربنا يطعمنا كده خيرهم زي ما انتم شايفين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دعونا يا جماعة ان ربنا يكرمنا فيهم كده. المرة اللي فاتت جبنا 50 فرخ زي ما قلت لكم كده، وصورت
ماتوا منهم حوالي 15. ربنا يسترها كده ان شاء الله. معرفش فيهم واحد كده معرفش ماله، انتوا شايفين كده ده يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا يا جماعة في الكومنتات كده، وانا قلت لكم الطريقه. يعني بيسال، كله بيسالني بيقول لي انت بتربي على السطح. انا ما بربيش على السطح. انا ما يعني انا والله رجلي وادعيني ما بقدرش اطلع على السطح. يعني ما بقدرش اطلع السلالم. انا ساكنه في الدور الارضي، ما بقدرش اطلع على السطح لان رجلي وادعيني. والحمد لله والشكر لله على كل حال. انا بربي طيوري تحت، يعني في الدور الارضي، في بياتة زي ما انتم شايفين، في كفايه، في اي حاجه تربي فيها الطيور بتاعتك. يعني تجيبي بيشتري بياتة كده من عند الراجل بتاع الدريد، او كفايه. انا حاطه في كفايه زي ما انتم شايفين كده. انا كنت الاول، انا صورت لكم، انا كنت حطاهم في بياتة الاول. دلوقتي انا حطاهم في كفايه. طبعا هنحط لهم الاكل والميه. ربنا يطعمنا فيهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا حطيت لهم الميه والاكل دي. هغطيهم زي ما انتم شايفين. بصوا هنغطيهم كده يا جماعه اهو. هنغطيهم كويس اهو. نحط عليهم عشان القطط كده. هنحط عليهم الخشبة دي كده. يبقى كده احنا غطيناهم. بصوا زي ما انتم شايفين كده هنقفل الباب ده اهو كده. يبقى خلاص كده اهو. على كده هنخاف عشان القطط ما تجيش عندهم كده. ده كويس. ده الفيديو بتاعنا يبقى خلص، واشوفكم في فيديو جديد، روتين جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.